السلام عليكم. أنا مهدي محب، صحفي ومقدم نشرات الأخبار والبرامج. اليوم جيت نهضر لكم على هذا مقبض ديال الشعر. الصحافة كتعلمنا نعتنيو بالشكل والمظهر ديالنا، وأنا بدوري كنعلم بنتي تعتني بالشكل والمظهر ديالها. أنا اللي كنقاد ليها شعرها، كنمشط ليها وكندير ليها المقابض. هاد المقابض فيهم بزاف ديال الأنواع، فيهم الكبار والصغار. مثلا الصغير كيدار هنا باش يبعد ليها الشعر على عينيها، وكاين الكبير باش نجمع ليها شعرها من الفوق. كاين ديال الجن وكاين ديال القرينه وكاين ديال جوج قرينات. هاد المقابض فيهم اللي مصنوع من البلاستيك وكاين اللي مصنوع من الخشب، كاين ديال الثوب وكاين ديال الحديد، ولكن انا كنفضل ديال الخشب، ولكن كنشري البنتيه ديال البلاستيك حيت خفيف على شعرها. المهم عندها هي يكونوا فيه الفراشات. انا كنسافر بزاف، وفي اي سفر كنجيب لبنتي المقابض، كنجيب ليها اشكالات والوانات متنوعه باش يتوالموا مع البسات ديالها. لكن اول حاجه كتشوفها هي واش كاينه الفراشه ولا لا. صراحه صعيب ديما نلقى مقابض ديال الفراشات، داكشي علاش كنضطر انني نشري الفراشات بوحدهم ولصقهم في مقابض عاديين. ماما حتى هي كتشري لها الحوايج، ولكن المشيطات والمقابض ما كاينش اللي كيعرف ليهم قدي. الرجوله الايجابيه رقي في السلوك.